اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الهنا والرضا والمحبة والفرحة وراحة البال، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. يا ريت بقى لو أول مرة بتشوفيني تنزلي تحت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك إشعار بيه. آه، نصلي كده، نسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله ونشوف بقى الفيديو بتاعنا كده. انا زي ما انتم متعودين معايا الفيديوهات بحاول اسرعها واختصرها على قد ما اقدر بحيث يعني ما بقاش ايه مملة معاكم، فاهمين قصدي ايه؟ بس واللي ما عندهاش مثلا ايه نت منزلي او كده تعرف تقدر ان هي تشاهدني يعني وكده، ببقى عاملة حساب كل حاجة والله. يا ريت بقى تشتركوا في القناة وما تنسيش اللايك، هو اللي بيخلي الفيديو بتاعي يتشاف. وإن شاء الله أفضل مستمرة معاكم بتوفيق ربنا ثم بدعمكم ليا، بس يا ريت شوية تفاعل على القناة لأني بجد يعني يكاد يكون التفاعل معدوم، يعني ما فيش أي تفاعل عندي خالص. فبجد يعني إن شاء الله نفسي بإذن الله إن القناة تكبر بتوفيق ربنا وبدعمكم ليا، وده مش هيحصل إلا لما تساعدوني يعني بجد، يعني اقفوا جنبي شوية كده. وما تستخسريش الاشتراك. يعني الاشتراك ده ببلاش والله، كذلك ببلاش، يعني مش هتخسري اي حاجة، ولكن هيفيدني انا ان الفيديو بتاعي يتشاف وان مجهودي ما يروحش على الفاضي. نسمي بسم الله بقى كده ايه ومتشجعي كده معايا وافتحي كده وهوي بيتك، جددي حياتك، شوفي وراكي ايه واعمليه. وزي ما بقول لكم دايما اصحي بدري، هتلاقي كل حاجة بتخلص معاكي بمنتهى السهولة، وهتلاقي الوقت معاكي فيه بركة يعني جامد جدا. بس انا هنا هو اوضه الولاد كده صراحة، الملايات دي ما كنتش ان انا لميتها من ساعة فرشة العيد، يعني ما لميتهاش صراحة. فقلت بقى ايه اغير الملايات كده واظبط الأوضة بتاعتهم. انا بيتي بسيط خالص وصغنطوط خالص وحياتي بسيطة جدا. لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب هفصل وارجع لكم تاني. بصوا بقى ده فسيخ انا كنت عاملاه، ولكن صراحة ما لحقتش ان انا ناكل منه في العيد، يعني لاني انا عملته قبل الوقفة تقريبا بيوم او بيومين. يعني شاء القدر شاء ربنا ان انا ما اجيبهوش قبلها بفترة، يعني كنت عايزة اجيبه يعني من قبل اعمله يعني ناكله منه على العيد، ولكن ايه ما حصلش نصيب، ولقيته قدامي بقى ايه قبل الوقفة بيومين كده او بيوم. رحت جايباه وعاملاه. انا مش بعمل كمية كبيرة يعني لان ايه يعني مش كل اللي في البيت بياكلوه، بس عملته كده اهو وما شاء الله اهو طالع معاكم الاربع سمكات دول، ده سمك بوري طبعا. الاربع سمكات دول كانوا داخلين على الكيلو ونص كده شوية، ولكن حجم السمكية بيقل يعني بعد التخليل والتمليح. بصوا ما شاء الله القلب بتاعه احمر بجد وجميل. ابتديت ان انا كده اهو افتحه وان انا انضف القلب كده بتاعه. بص انا فرشه كيس فوق كيس يعني عشان بس ايه الرخامه عندي ما تتزفرش وكده، وبرضه هنغسلها في الاخر بملح وخل وكده. إيه طبعا يعني كمان الكميه اللي معايا دي ومش هتتاكل على مره واحده، فانا بقى ايه ببتدي خلاص ما دام ان انا فتحت عليه ببتدي ان انا انضف، سواء عامله كميه اكتر من كده ابتدي انضف كل الكمية اللي معايا واحطها في علبة واشيلها، وقت بقى ما نعوز منها نطلع ناكل منها على طول. لكن بتخلص بقى ايه من كل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا المنظر يتحدث عن نفسه. فبحب ايه ان انا خلاص بقى ايه اتخلص من القشر والشوك والروايح دي كلها، وابتدي ان انا ايه احطه مخلي كده في علبة، وقت ما نعوز نطلع حتتين كده وناكلهم وخلاص. ابتديت بقى ايه ان انا افتحه كده معاكم زي ما انتوا شايفين بنضفه كده بالطريقة دي. الطريقة دي سهلة وانك تخليه. بصي بقى انا بعد ما يعني نضفت القلب بتاعه كده انا بغسله من بره.
تمام. وابتديت ان انا بصي امسك كده هو يعني طرف السمكة، وبمعلقة شاي صغيرة ابتديت ان انا احك اللحم بتاعه. دي احسن طريقة للخلي، يعني بصي بيطلع معاكي نظيف جدا وبتنضفيه بكل سهولة. ابتديت ان انا اخليه كده اهو كله بالشكل ده بصي، ولا اي حاجة ما خدش مني اي حاجة. بطلع بس ال الحتة الشوكة الطويلة دي، مش عارفة اسمها ايه، اللي بالطول دي. وبعد كده ابتدي ان انا اخليه بالمعلقة، بشد اهو بصوا ايد بتشد طرف السمكة في الجلد، والايد التانية اللي فيها المعلقة الصغيرة بحك بيها ايه اللحم كده، بيطلع معايا بكل سهولة. وهو ما شاء الله طلع دايب يعني ما شاء الله، يعني ايه ما اخدش تقريبا 10 ايام. وكان استوى لان الجو كمان حر، فده بيساعد على السوى اكتر، يعني ممكن في الشتاء يقعد 15 يوم 14 يوم كده. لكن لا الجو دلوقتي يعتبر يعني كويس، فبصوا ال10 ايام طالع زبدة خالص معايا. ابتديت بقى بعد ما خليت كل الكمية اللي معايا كده، بتأكد بس ايه كده لو قابلتني شوكة ولا حاجة، بصوا بخليه مخلي لحم من غير اي حاجة يعني. تطلعي تغمسي كده باللقمة وخلاص كده خلاص. بصي بقى جبت علبة نظيفة كده، وابتديت كل ما احط طبقة من الفسيخ ادي رشة زيت محترمة كده. بجد يعني جربي ان انتي الفسيخ ما تاكلهوش في نفس وانتي خالياه، كلي منه مثلا تاني يوم بعد ما يكون اتنقع شوية كده في الزيت. بجد بتحسيه مزبد وبيودي طعمه في حتة تانية خالص. يعني يمكن في الهايبرات والحتت الكبيرة اللي بتبيع الفسيخ وكده، تلاقي دايما عاملين الفسيخ المخلي ده بيبقى قاعد في الزيت، بيبقى ليه كده تطعيمة معينة وبيبقى مزبت كده، بيبقى جميل. وكمان بيبقى غالي جدا، يعني بيبقى أغلى كمان من الفسيخ العادي. جربيه كده بالطريقة دي، بجد التركاية دي هتفرق معاكي جدا 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 في طعم الفسيخ. اولا بتودي منه الطعم اللاذع اللي ممكن في ناس يعني بتتعصب منه مثلا، وما بتخليش فيه اي ريحة اللي هي تبقى مزعجة بالنسبة لك. وفي نفس الوقت ما بيخلوهوش اللي هو محدق بزيادة، لا بجد مش عارفة الزيت كده بيعمل له طعم كده. جربي وانتي هتحكمي بنفسك. بس ابتديت اعمل الكمية كده اللي معايا كلها، وبرضو رشيت كده من فوق رشة زيت محترمة، وابتدي اقفل عليه في العلبة. على فكرة العلبة دي ممكن تقعد معاكي في التلاجة يعني ممكن شهر، ولو هتحطيها في الفريزر هتقعد معاكي شهور. تمام. طبعا خلاص كنا اتخلصنا من المطبخ واللي فيه من الزفارة، يعني من الهدوم والسكينة والرخامة كان كله خلاص ايه، اتعقم وكده يعني مكان الزفارة. انت محتاجة دش اساسا بعد التنظيفة دي، لازم تاخديلك دش تتنقعي كده، عارفة النقع تتنقعي شوية. بجد ريحته بتبقى صعبة جدا بس طعمه بصراحة تحفة يعني. بس ابتدت بقى هنا برضو ايه، كان عندي شوية غسيل كده، ابتدت ألمهم كده ايه وطبقتهم. قلت ايه اتخلص برضو منهم، لاني لو اتبقوا شوية على شوية على شوية بيفضل الغسيل متكوم، وفي الاخر بقى ايه ابقى محتاسة في تطبيقه، ببقى عايزة له قاعدة بقى عشان ايه اعرف ان انا اطبقه. بس ابتديت بقى ايه كده، دايما اذكري اسم الله وانتي شغالة، استغفري كتير، إيه اذكري ربنا كتير، كل الحاجات دي طبعا في ميزان حسناتك عند ربنا. إيه كل الحاجات دي بتؤجري عليها. إيه اعملي الحاجة دي كده وانتي مرتاحة نفسيا، هتلاقي كل حاجة يعني بصي خلصت معاكي بمنتهى السهولة. بصوا بقى انا هنا قلت ايه نعمل كيكاية كده، الولاد ايه يتعشوا منها وكده، يعني بتنفع صراحة، بتنفع فطار بتنفع عشاء، بتنفع بين الوجبات، الولاد كده رايحين جايين ياخدوا حتة، بتنفع في البيت صراحة. ساعات ايه الولاد يعني ايه ما بيبقاش ليها نفس السندوتش كده بين الوجبة بتاع مع بال ما بتعملي الاكل، فدي ايه بتبقى سهلة عليهم يعني. ابتديت ان انا احط ايه في الخلاط، المقادير اللي معايا كوباية ونص المج بتاع الشاي، كوباية ونص سكر ماشي، وحطيت عليهم 3 بيضات. طيب كل كوباية دقيق انا بحط عليها بيضة، يعني انا ما بعملش مقدار اللي هو 3 بيضات على كوبايتين دقيق، لا انا هنا هعمل 3 كوبايات دقيق وهحط عليهم مقدار 3 بيضات. طيب خلينا بس الأول كده في الخليط اللي في الخلاط حطينا ايه،
حطينا كوباية ونص سكر وثلاث بيضات وكيس فانيليا. وهحط تاني معاهم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هحط معاهم معلقة خل، ما تنسيش معلقة الخل. هنا اهو كده انا بعاير بس 3 كوبايات معايا. هحط 3 كوبايات في البولة اللي معايا دي، 3 كوبايات دقيق. زي ما قلت لك كل كوباية دقيق بديها بيضاية، يعني ما بزودش عن كده. لو انت هتعملي كوبايتين بس دقيق اعملي بيضتين بس، وهتطلع جميلة وهتشوفيها عاملة ازاي معايا في الاخر. اهو ابتديت ان انا احط كده كمية الدقيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي بقى رشة الملح الصغيرة دي ما تنساهاش، دي بتخلي طعم الحاجة بيظهر، يعني بتبقى طعم الحاجة ظاهرة معاكي. بس ومعايا بقى كيس بيكنج باودر كده هفضيه برضو عليها. هنا معلقة الخل اللي قلتلك عليها لازم تحطيها. اولا بتخلي الكيك بتاعك مفيهوش اي زفارة نهائي. وثانيا بتخلي الكيكة تطلع بيضة كده معاكي وهشة، يعني عارفة محسن الكيك والمحسنات والحاجات دي، اهو معلقة الخل دي بتعمل نفس المفعول. وحطيت كوباية لبن وهحط نص كوباية زيت. اقول تاني المقادير اللي معايا في الخلاط: كوباية ونص سكر، تلات بيضات. انا بقول لكم 3 كوبايات بيض. 3 بيضات، كيس فانيليا، معلقة خل، نص كوباية زيت، وكوباية لبن. تمام. وعلى فكرة ممكن تحطي اللبن، تحطي نص لبن ونص مية عادي جدا. ولو ما عندكيش لبن ممكن تحطي لبن بودر وتستغني عن اللبن وتحطي مكانه كوباية مية. يعني كل حاجة متاحة، ما تصعبيش الدنيا على نفسك. انا هنا جبت عندي صينية وابتديت ان انا احط فيها كده اهو رشة زيت، عشان بس ابطن الصينية عشان الكيك معايا ما يلزقش معايا في الارضية. وابتديت ان انا احط كده شوية دقيق وهبتدي اغلف كل الصينية كده. لازم الحركة دي، يعني لازم بتتعمل كلنا يعني. انا دايما كلامي لما بوجه شوية نصايح كده بيبقى البنات الصغننين اللي لسه متجوزين وكده، لكن طبعا الأمهات دول على راسنا، احنا بنتعلم منهم يعني. بس كنت بقى ضربت الخليط ده في الخلاط، افضلي بقى بصي اضربي فيه لحد ما تقطعي نفسه. يعني اضربي فيه بجد لحد كل ما الخليط اتضرب معاكي وبقى لونه فاتح كده ابيض، كل ما كانت الكيك ناجحة معاكي وهشة ولونها ابيض كده من جوه. بجد برضو دي تركاية مهمة جدا جدا انك تعملي بيها الكيك. ابتديت بقى ان انا افضي كل الخليط اللي معايا، بصوا بلحوس الخلاط مش سايبة فيه ولا فرفوتة. وابتديت بقى ان انا اقلب كده بالمضرب. بصوا الضرب اللي انا ضربته ده قدامكم، لا طبعا انا يعني بحاول اقصر الفيديو على قد ما اقدر، لكن انت اضربي شويه محترمين، يعني اضربي اقل حاجه كده بالمضرب 10 دقايق. برضو كل الحاجات دي بتساعد ان الكيك معاكي تطلع هشه وتطلع منفوخه كده وعاليه. بجد جربي الكيك هتطلع معاكي وهم، يعني ما شاء الله هتطلع معاكي تحفة جدا. بس كده اهو ابتديت كده لحد انا ايدي بتوجعني، يعني انا اساسا عندي كده ايدي ضعيفة، فبريح شوية وارجع اضرب شوية، اريح شوية وارجع اضرب شوية، حد يجي يضرب معايا بقى. بصوا انا بريح ايدي كل شوية بتوجعني جدا، يعني معرفش امسك بيها حاجة تقيلة او اقلب فترة بتوجعني. عندي كده مش عارفة ايدي الاتنين صراحة، ويمكن الشمال اضعف كمان. بصوا انا وقفت ورجعت ضربت تاني شوية معاكم، كنت انا بقى يعني ضربت تاني ورجعت تاني ضربتها معاكم. بس هبتدي بقى احطها مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، وبعد كده هحط الخليط الكيكة ده في الفرن وههدي بقى الفرن. انا صراحة ما عنديش تايمر فمش عارفة يعني هوطيها، بخليها هادية، بخلي الفرن هادية، ما تفتحيش على الفرن خالص